ما ينفعش ان زوجتك تعرف اخبارك من بره. اكتر حاجه تتعب نفسيه الست من زوجها وتخليها مش حاسه بالامان وتحس ان هي ملهاش اي قيمه عند زوجها ان تعرف اخباره من بره. وقد يكون الزوج مش واخد باله او مش مدرك حاجه زي كده ومش عارف اصلا. يعني يجي مثلا الزوج هو جاي من بره بيعدي على والدته، غالبا بتبقى الام تحت وبشقته فوق، امه حبيبته هيحكي لها ويقول لها، فتقعد بقى تقول له يا حبيبي ايه اللي حصل؟ حصل وجرى ورحت وجيت وبتاع وكلام من ده. فخلاص هو حكى كل حاجه تحت، فيطلع بقى لزوجته فوق ينسى مثلا يقول لها ان انا رايح المكان الفلاني او انا هعمل كذا او كده. ممكن ما يقصدش على فكره، لان الرجاله ما بتاخدش بالها من التفاصيل الصغيره دي. تيجي الام تقول لاخته، واخته ممكن تقول لزوجها ويمكن تحكي قدام اولادها. تيجي الست، انا والله العظيم انا بقول الكلام ده لان انا نفسي الناس تبقى بتحب بعض، يبقى بينهم وبين بعض ألفة. لان في ازواج بيبقى بينهم وبين بعض حواجز مش بسببهم هم، بسبب حاجات خارجيه بتحصل وهم مش واخدين بالهم. فتيجي الزوجه نازله، تلاقي مثلا اخت الزوج ممكن تكون ايه، معلش يعني ساعات بتبقى مغرضه، وهي عارفه الست عارفه ايه اللي يوجع الست كويس قوي. تقوم تخلي البنت قاعده وتقول لها ايه، مش اخويا راح في المكان الفلاني او عمل كذا وبتاع. فهي في نفسيتها كده تزعل وتقول يعني انت إيه تقول لاختك ولا مش عارفه بقى اللي حاصل بقى، وكل الناس عارفه عنك كل حاجه وانا ما تقوليش. فتحس ان هي اخر واحده في حياته، وملاش اي قيمه في حياته، ولا هي سره ولا هي ولا هي مثلا بيأمن لها ولا بيخاف عليه. وتتفاجئ تلاقيه كل عارف كل حاجه عن جوزها وهي مش عارفه. فيبقى بينها وبينه حواجز، ويمكن ده يبان عليها في المعامله. هي حاسه انه مش بيحبها، هو مش واخد باله اصلا. بس ده امر كبير مش امر سهل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حاجه بتحصل في حياه سيدنا النبي صدفه، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. سيدنا النبي لما جاله امر الوحي، ده امر كبير وامر جلل. يعني انت يبقى عندك اسرار ايه اكتر من ده؟ شوفوا اكبر امر في الدنيا، يمكن حدث، يعني اكبر حدث في العالم وفي الكون. لما جاله سيدنا جبريل ونزل عليه في غار حراء وخاف من منظر، طبعا اول مره ينزل عليه الوحي وامر جلل. جرى، اول ما جرى على مين؟ جرى على زوجته. قال لا زمليني زمليني، وفي روايه تانيه دثريني دثريني، غطيني انا خايف، طمنيني. راح لمين؟ راح لزوجته. ونزل القرآن يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، وخدته وراحت بيه لورقة بن نوفل. القصة دي لازم نقف عندها. مراتك ما ينفعش تبقى آخر من يعلم. مراتك ما ينفعش إن هي ما تبقاش عارفة عنك حاجة. مراتك هي حياتك، حياتك هي حياتها. إن كانت أمك بتحبك وبتخاف عليك، مراتك بتحبك وبتخاف عليك. إن كنت أنت حياة والدتك، أنت حياة زوجتك برضه. والمصلحة واحدة والحياة واحدة. فخد بالك، انت ممكن ما تقصدش الحتة دي بس بيحصل. وتبقى البنت قاعدة تقول انا اخر من يعلم، انا جوزي بيخبي عليا. ممكن جوزها يعني مطحون في الدنيا ومش واخد باله، كل شغل حريم وكلام فاضي. فما ينفعش زوجتك تبقى اخر من يعلم عنك، ما ينفعش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الدنيا متاع وخير متاع الزوجة الصالحة. مفيش حد حياته تبقى سعيدة من غير زوجة جنبه، من غير زوجة بتحبه وتثق فيه. هي لما ما تلاقيش ثقة منك هتثق فيك ازاي؟ يبقى في حواجز بين الزوج والزوجة ومش عارفين. فما تخليش زوجتك هي آخر من يعلم. خد بالك، لما زوجتك تبقى آخر من يعلم والناس تكتشف دي وتحس فيك دي، هيهنوها وهيتجرأوا ان هم يغلطوا فيها، وهيتجرأوا اكتر ان يفرقوا بينكم، يبقى باب كبير كبير للفتنة بين الزوج والزوجة. فرجاء مراتك ما تبقاش آخر من يعلم، وربنا يقلب بين قلوبنا جميعا ويسعد كل زوجين، اللهم امين. ما تسامحش، خدوا بالكم الحته دي عشان انا بزعل قوي على الناس اللي بتتهان بسبب التسامح، ويقول لك اصل انا سامحت وحصل وجرى وما اتكلمتش وما فتحتش بقي وما ردتش، وهما بيعتقدوا كده ان هما كويسين. لا 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 لا. التسامح اللي يسبب في اهانتك وتدميرك نفسيا واهدار كرامتك، يبقى مفيش تسامح هنا. سامحت حد وهني وخد التسامح ده ان هو باب ضعف وباب ان انا مش قادره اخد حقي وان انا ضعيفه، يبقى ما تسامحش مع البني ادم ده. التسامح اللي يجيب لي اهانه
لا، مفيش تساوي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يبقى ما يبقاش كامل الايمان. ليه؟ لان المؤمن كيس فطن. المكان اللي يجي له منه اذى لازم يوقفه، لازم يبقى قوي. والمؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. وربنا عز وجل يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. لولا ان الناس بتقف لبعضها، لولا ان الباطل له ناس تقف قدامه، الارض تفسد. يعني اللي يغلط ويأذي وما يلاقيش حد يوقفه عند حده، لا ده يدمر الناس ويفسد في الارض. وربنا عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يبقى ربنا عز وجل قدم الأول الدفاع عن النفس الأول قبل العفو، واللي عايز يعفو بعد كده يعفو. خرجنا من أعظم شهر في السنة وأغلبية الناس كسلوا، وده أمر طبيعي لأن أنت كنت بتزكي نفسك. قد أفلح من زكاها، وبرضه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفسك ما قدرتش عليك في شهر رمضان لأكتر من سبب، منها الصيام زي ما اتذكر في الحديث إن الصيام أكتر حاجة بتلجم النفس. أول ما صبت الصيام استلمتك تاني، وسيدنا علي قال لنا نفسك إن لم تشغلها شغلتك. عشان كده سيدنا النبي ما كانش بيصيب صيام اثنين وخميس أبدا. نفسك هي أعدى أعدائك، مش هتقدر عليها لوحدك. لما بتصوم ربنا بيكافئك بحاجات كتير، منها نور قوي بيعينك على نفسك. ده غير إن الشيطان فك اللي انت عملته في رمضان، ولكن كيد الشيطان ضعيف، المشكله في النفس. فحاول تخلي حتى في يوم صيام في الاسبوع تستمد نور يعينك على نفسك. كلنا في امتحان، مين اللي هيذاكر ومين اللي هيطنش، مين اللي هيسلم ويؤمن ومين اللي هيكفر. اللي ذاكر وعمل اللي عليه جه يوم القيامه وقال ها اقرأوا كتابيه، تعالوا اقروا كتابي انا نجحت. اني ظننت اني ملاق حسابيه، انا كنت متاكد ان في يوم حساب وفي يوم قيامه، فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه. ده تمام، ده حقق شروط الإسلام لو هو كان من أمة سيدنا النبي، وحقق شروط الإيمان بأنه آمن بكل اللي أنزل في القرآن واتبع الأوامر والنواهي، واستمر على كده لحد ما قبضت روحه.